بس نواجه في ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بلاحظها جدا ان في كل واحد فينا إمم، ليه نمط شخصيه. إمم، احيانا اللي قدامك هو مش متقبل نمط الشخصيه اصلا، انت بتعمل المشاكل. والله احنا اصحاب مش متقبلين انماط شخصيه بعض، فممكن عادي يعني مش لازم اصلا نبقى اصحاب. أيوه، لكن لما نبقى مثلا اهل في بيت واحد، أيوه، هنعملها ازاي دي؟ لازم ندير الموقف ده. أيوه، فلما يبقى الاختلاف في انماط الشخصيات، انا محتاجه ان انا هنا اوسع التقبل. إمم، ليه؟ مثلا فاطمه مثلا ممكن تكون مثلا سريعه في الريتم بتاعها، إمم، حركيه، عندها طاقه عاليه، وانا عكسها تماما. إمم، طبعا طبيعي ان احنا السرعات مش ماشيه مع بعض، أيوه، فطبيعي ان هيحصل ايه، إمم، انت هتشوفيني مثلا بارده او بستفزك، وانا هحس ان انت بتوتريني. أيوه، هي دي حقيقه. بس في نفس الوقت ده مش هيغير ان ده نمط فاطمه وده نمط رودينا. فاول حاجه لما يبقى الموضوع في نمط شخصيه، انا محتاجه رقم واحد اتقبل، رقم اتنين احاول أكيد، اديره. إمم، اديره ازاي بقى؟ طب معلش يا فاطمه ما تقوليش كلمه بسرعه عشان بتوترني. أيوه. طب لما يبقى في حاجه قولي لي قبلها بفتره علشان كذا. فحاول ان انا ادير الموضوع، مش هوصل اللي قصادي ان انا رافضه نمط شخصيتك. فدي اول بالضبط. حاجه.